اللفت ده من أجمل المخللات، جميل خفيف على القلب، طريقته سهلة جدا وتقدري تاكلي منه تاني يوم على طول، ما بياخدش منك وقت خالص. لو عايزة تاكليه في رمضان أو تسيبيه رمضان، هاتيه صغنون شوية كده واعمليه بالروز كاملة وسيبيه ال10 أيام دول، هتفتحي عليه على أول رمضان هتلاقيه جميل. اول حاجه كده بنقي اللفت تكون جامده وفي نفس الوقت طريه في ايدك، حاجه بسيطه ما تكونش اسفنجيه، يعني ما تضغطي عليها كده ما تروحش وتيجي تحت ايدك كده فبتبقى قلبها فاضي زي السفنج. بعد كده بجيبه وبقطعه التقطيعه ديت وبرش عليه رشه ملح وبركنه كده في مصفى تقريبا يجي ساعتين ينزل الميه اللي فيه. تقريبا هو كده نزل يعني خس النص بسبب الميه اللي نزلت منه. بعد كده بجيب البرطمان بقى وبعبيه في قلبه. ما بشطفوش، يعني انا لما بكون رش عليه رشة الملح دي ما بشطفوش تاني، بعبيه في البرطمان على طول. وبعد كده بحضر المحلول بتاعه اللي هي مية وملح وخل وسنة بنجر صغننة قوي، بشرة بنجر صغننة قوي. ليه؟ انا ما بحبش لونه احمر غامق، انا بحب لونه بينك فاتح كده. وساعات على فكرة ما بحتاجش ان انا احط بنجر كمان. اللفت نفسه بيدي لون طبيعي، اللون الاحمر اللي فيه ده بيخرط كده وبيعمل لون طبيعي، بيبقى لونه خفيف بينك خفيف كده شكله جميل. بعد كده بقى تقريبا خد لتر ونص ميه، عليه نص كوبايه ملح صغيره وربع كوبايه خل وبشره بنجر صغنونه قوي. دوبتهم في قلب بعض وحطيتهم بقى كده في البرطمان عليه. ده كان شكله تاني يوم على طول. وانا مش عايزه اقولك انا اكلت منه تاني يوم، لان انا بحب المخللات تكون جديده كده، ما بحبهاش لما بتقدم. ريحته جميله وميته جميله. وبصي هو كله كده على بعض حلو قوي، تكوني في يومين 3 كده كلتيه علشان ما يطرش منك بألف هنا.